حبايب قلبي وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في المفاجاه دي؟ ايه رايكم؟ ها؟ هنعمل مع بعض فسيخ النهارده. قبل اي حاجه ننزل نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، وما ننساش نحط اللايك. هنجيب قبل اي حاجه كده فوطه او اي قماش عندك بتستخدميها لحاجه او ما بتستخدميهاش وتحطيها كده، ونجيب الفسيخ بتاعنا على جنب علشان انا غسلته غسله كويسه قوي وحطاه زي ما انتم شايفين كده من امبارح بنشفه. شايفين ازاي؟ شايفين؟ لسه بقى ايه، همسح بس الخياشيم بتاعته، هرصه كده. جاهز الملح بتاعنا الخشن ونشتغل على طول. بصوا يا جماعه خلاص اهو، شايفين؟ هنعمل فسيخ. انا عملت التجربه دي الاول مع نفسي لوحدي، وما لقيتها نجحت الحمد لله قلت لا بقى ايه، انزل لكم بالطريقه. بصوا، قلت لازم انزل بالطريقه علشان كل يستفاد منها. نزلت اي سوائل منها وهنشفها كويس قوي. فوطه ثانيه جايبه المناديل جنبي اهو علشان ننضفه كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين كده، ونقلبه على الجنب الثاني. بصوا، ونقلب على الجنب الثاني وننشف ونفتح الخياشيم لو فيها حاجه كده. بصوا شايفين اهو، ننشفها كويس قوي وننضفها. وسمكه بقى نعمل فيها كده، سمكه اهو. هنفتح السمكه. بصوا بقى، السمك ده لسه جاي امبارح طازه، فسيبته طول الليل ينزل الميه اللي فيه، وغسلته غسله كويسه جدا لما مبقاش فيه اي حاجه. بصوا بقى السمكه اللي انا همسحها وانضفها وانشفها كده، نشيلها على جنب اهو. نفتح الخياشيم بصوا اهو ونمسح. بصوا شوفوا بتنزل لسه دم اهو، فكل ده بقى ايه، يتمسح كويس قوي ويتنشف. ولسه هنشفه بفوطه. بصوا بقى اللي انا نشفته ده، بجيب فوطه نظيفه كده وابتدي بقى امسكها برده كده وامسحها كده وانشفها كويس قوي. شايفين اهو، كله كده بالطريقه دي، لان هنشتغل فيه على طول دلوقتي. بصوا انا عايزه اقول بصوا بقى، انا كده خلصت الكميه بتاعتي كلها، نشفتها من جوه في الخياشيم بالمناديل ونضفتها كويس قوي ومسحتها ونشفتها بفوطه نظيفه وفرشتها زي ما انتم شايفين كده بعد ما غسلتها واتصفت بشكل حلو جدا. يعني دلوقتي ناشفه جدا. هعمل لها ايه بقى دلوقتي؟ مساج بسيط كده في الديل، نلين الديل بس خالص على كده عشان يطري، لان ده بقى ايه السر ده يا جماعه. والله جايبه لكم الطريقه دي من فسخين. بصوا هو اللي جايبه منه الطريقه، قال لي بس مسجي الديل وما تجيش جنب البطن خالص. هو من اشهر حد بتاع فسيخ عندنا. لما قال لي على الطريقه دي ما كدبتش خبر، عملت بيها ما شاء الله كان تحفه. قال لي الديل بس علشان البطن بتخليه يمرر، فخلي بالك ما تجيش ناحيه البطن اهو. بتدوب اللحم في الديل بس كده. بصوا اهو مسجها بس كده. انا ده عاملاه قبل شم النسيم بيوم عشان تبقوا انتوا عارفين. انا ما لحقتش اعمل قبل شم النسيم. خلاص مسجنا الديل في الفسيخ كله والكميه اللي معانا كلها اهو ما شاء الله طرت خالص اهي. بصوا شايفين اهو الديل كله مسجناه. بصوا اهو زيادة التأكيد برضو ما شاء الله اهو. بس كده نجيب بقى الملح الخشن ونحشي ونشوف هنعمل ايه. وده ملح خشن عندي اهو، هفضيه كده ماشي. هقلبه. بصوا
بصوا بقى، ده ملح خشن، حطيت على ده شويه ورق لوري وشويه فلفل اسمر. فلفل اسمر حب. هنا بقى هضيف شطه على ده وشويه بابريكا ورشه كركم. بس كده. يبقى هنا بابريكا وشطه وكركم، ماشي. وهنا شويه ملح هرشهم على الوش على جنب، فيها شويه ورق لوري وفلفل اسمر حب. وهنجيب بقى ايه الكيس اللي هنحشي فيه، ماشي اهو، عشان نرص الطبقات. قبل اي حاجه هنرش في القاع كده. ما تخافوش من الملح ده يا جماعه اللي انتوا رشين، معاهم شويه من اللي فيهم ورق لوري. بس كده. هنجيب بقى الفسيخه وهنشتغل وهنحشي. بس كده. وادي اول فسيخه. خياشين بس، مش بكتره يا جماعه والله اهو. بصوا كده، هنحط واحده كده وواحده كده، اللي هو ايه، نعكسهم على بعض. بقى دي كده اول طبقه، هنرش شويه ملح على اول طبقه كده، ونحط بقى ايه اللي بعده. هحط بقى فوق بعضه وعكس اللي انا عملته. يعني لو انا عامله راسها الناحيه دي والديل كده، لا اعكس بقى. بصوا بقى، انا كده حشيت الكميه كلها. هجيب بقى ايه شويه الملح بالفلفل الاسمر ده وارشه كده. ده ملح بالفلفل الاسمر بورق لوري. كوبايه زيت كده، يجي ايه نص كوبايه زيت زي ما انت حافظ. اول كيس بقى كده. تاني كيس. اهم حاجه نطلع الهواء منه كويس قوي. ده اخر حاجه. خلاص كده. بصوا بقى، ده الفسيخ بتاعي، ده الوش وده الظهر. الطريقه دي عايزاكم تعتمدوها عن تجربه، ما رضيتش اطلع لكم بيها غير لما جربتها والله، وربنا شاهد على كلامي. الطريقه دي من فسخاني. بصوا بقى ايه، هو مش نافع في الجردل اللي معايا، فهشوف له جردل يكفيه غسل ويتبيت ينشف خالص. وتدلكوا دي للفسيخه كويس. ما تطلعوش عند البطن عشان ما يمررش او طعمه يتغير او يبوظ منكم. ما يقعدش اكتر من 8 ل 10 ايام، يعني اقصى حاجه ل 10 ايام. واتفرجوا ان شاء الله، وهنفتحه مع بعض اهو كيس اهو، وهنفتحه مع بعض ان شاء الله ونشوف النتيجه. يعني نفتحه هنا يعني بأم في البال ونشوف النتيجه ان شاء الله مع بعض. لايكات كتير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.